ايه الحاجات التانية اللي انا ممكن اجهزها من قبلها؟ المكسرات اللي احنا بنحشي بيها، سواء احنا بنحب زبيب على جوز هند بسي، سواء احنا بنحب مكسرات او سوداني، ايا كان توليفة الحشوة اللي احنا ممكن نجهزها من قبلها ونشيلها في علبة أو في برطمان تبقى عندنا في دولاب الخزين بتاعنا نحشي بيها أول باول. هل في حلويات أو حاجات أقدر أجهزها وأحطها في الفريزر تساعدني إن أنا في أي وقت يبقى دايما عندي حلويات في رمضان؟ طبعا في. القطايف ما بتأثرش معانا في أي حاجة، وأسهل صنف حلويات وكلنا بنحبه كبار وصغيرين. لما أجي أحشي كمية القطايف بتاعتي وأشيلها برضو في الفريزر، كل كمية على قد اللي احنا بنحبه، احطه في كيس واشيله في الفريزر محشي جاهز. وعلى فكره القطايف ممكن تتحشي حلو وحادق، انا ممكن احشيها لحمه معصجه، ممكن احشيها جبنه، وبتبقى لطيفه جدا جنب صنف الشوربه في رمضان. طيب الحلويات جهزتها، في تاني من الحلويات ممكن اجهزه؟ ام علي، احنا الدنيا برد الدنيا شتاء، وام علي من الحاجات اللي كلنا بنحبها. كلنا بنعدي نجيب كرواسون نفطر بيه. لما يكون عندنا كرواسون وبايت ونشف، اشقه بالطول واسيبه ينشف. لو انا مولعه الفرن خلاص والفرن طفيته، اسيب الكرواسون فيه ينشف، انا مش عايزه احرقه ولا احمره، عشان بعد كده اكسره واحط عليه شويه مكسرات واشيله في كيس او في علبه في اي وقت اعمل بيه طاجن ام علي. طيب بالنسبه للشربات، انا ممكن اعمل كميه شربات واشيلها في برطمانات عندي، ودي مش محتاجه تتحط في الثلاجه ولا في دولاب الخزين، لو سبتها على الكاونتر هتبقى جاهزه. لما اجي احمر قطايف اسقي بيها الشربات ده، عملت صينيه كنافه اسقي بيها الشربات ده، سهل جدا. مش كل مره برضو هقعد اعمل شربات واستنى لما يبرد عشان اسقي بيه الحلويات، انا اعمل الشربات من بدري من دلوقتي واسيب ما بيبصش خالص. لو انا بطبخ خضار، اعمل الكميه كلها واقسمها على علبتين، علبه كميه اكلها النهارده في وجبه النهارده، والجزء التاني اشيله علشان بعد يومين 3 4 بقى عندي صنف جاهز ما ياخدش وقت مني، اطلعه مطبوخ جاهز واقدر استعمله في وجبه من وجبات فطار رمضان. اظن كده احنا غطينا كل حاجه وسهلنا على نفسنا حياتنا في نهار رمضان القصير. وكل سنه وانتم طيبين. لو عندكم اي سؤال تاني ازاي نسهل على نفسنا ولا ازاي نستعد، ابعتوا واسالوني.